رمضان كريم عليكم يا أحلى متابعين. ربنا يجعل أيامنا وأيامكم في الشهر الكريم مليانة بركة وراحة ولمة حلوة حوالين السفرة. لو نفسك تعملي بسكوت العيد الناعم والهش زي المحلات بالظبط من غير ما ينشف منك، خليكي معايا في الفيديو ده عشان هقولك كل أسرار بسكوت العيد الناجح خطوة بخطوة، وكمان هقولك أهم الأخطاء اللي بتخلي البسكوت ينشف علشان تتجنبيها ويطلع معاكي مظبوط من أول مرة. البسكوت كان هش وناعم ومقرمش، كان تحفة جدا. اهم حاجة تابع الفيديو معايا للآخر، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. انا هقولك مقادير الكيلو وانتي ضعفي الكمية زي ما انتي عايزة. اول حاجة السمنة، وانا بحب اعمل خليط ما بين السمنة البلدي والزبدة الصفراء. هنحتاج لكل كيلو دقيق 400 جرام من السمنة، فيما يعادل كوبايتين الا ربع من السمنة، اللي هي الكوباية اللي بنشرب فيها الشاي. وهنحتاج كمان لكل كيلو دقيق 4 بيضات، كوبايتين سكر اللي هم 400 جرام، ونفس الكوباية اللي عايرت بيها السمنة هي اللي هعاير بيها السكر، كوبايتين أو 400 جرام سكر. السمسم حسب الرغبة من ربع كوباية لنص كوباية سمسم. وكمان النشادر لأن أنا النهاردة عاملاه بالنشادر. كل كيلو دقيق بياخد وقية نشادر، قولي للعطار أنا عايزة وقية نشادر. وكيس بيكنج باودر. جيت نخلت الدقيق ونخلت الدقيق كويس، ولازم ننخل الدقيق. هاجي بقى على الخلاط هحط البيض على السمنة على السكر كأني بعمل كيكة بالظبط. البيض على السمنة على السكر على اللبن. كل كيلو دقيق بياخد كوباية إلا ربع لبن. تمام، يبقى كل ده خدته في الخلاط ضربتهم على كذا مرحلة لأن أنا عاملة 3 كيلو. هنيجي بقى للدقيق هنخل عليه النشادر، ولازم أنخل النشادر. هفضي كمان البيكنج باودر. يبقى انا نخلت على الدقيق النشادر وحطيت البيكنج باودر اللي هو الكيس على الكيلو، وهحط السمسم اللي متفقين عليه من ربع كوبايه نص كوبايه حسب الرغبه. هحط كمان رشه الملح ورشه حلوه كده من الملح، وهحط فانيليا علشان البيض اللي موجود في البسكوت. هقلبهم مع بعض كويس جدا. في الوقت ده في الخلاط لو حابة تعمليه بأطعم تانية هو ينفع تحطي برضو بدل تستبدلي كوباية الا ربع لبن تحطيها اللي هو عصير برتقان، لو عايزة تعمليه بالبرتقان، او تحطي كوباية الا ربع لبن وتفضي كيس التانك اللي هو بالطعم البرتقان بتفضيه في الخلاط وبيديكي نفس النكهة بتاعة البرتقان، او تحطي قرفة لو حابة تعمليه بالقرفة زي ما انت عايزة. بس في المرحلة دي هنضربها معاها في الخلاط علشان ما تبقاش مكلكعة، تفك معانا في الخلاط وكل المزيج ده يختلط مع بعض. بينفع بالنشادر، كل ده بينفع بالنشادر عادي. تمام. انا ضربتك زي ما قلت لكم على كذا مرحله ونزلت بيهم لان انا عامله 3 كيلو. بعد ما خلصت الكميه كلها هعجن بقى، ودي مش محتاجه عجن ولت ولا الكلام ده خالص. انا بلم بس العجينه معايا وبشربها من المواد السائله اللي انا حطيتها. هلمهم كده مع بعض. هقلبهم مع بعض كويس اهمت، لميت العجينة خالص. ان شاء الله المقادير دي هتطلع معاكي مظبوطة بالملي، مش محتاجة تزودي لا دقيق ولا محتاجة تزودي سوائل لبن. هشوف بقى كده كده تمام جاهزة معايا، بتكور معايا بسهولة. سيبيها ترتاح بس نص ساعة وابتدي اشتغلي فيها بالمفرمة. انا جايبة الشكل اللي هو بتاع البسكوت ده بحطه في المفرمة وبنشتغل عليها في المفرمة. المهم كوريها كور كور كده على قد المفرمة، وتسيبيها ترتاح من نص ساعة لساعة الا ربع. وبعد كده بتشغلي الفرن عشان يحمى معاكي درجة حرارة 180. بنشغل الفرن والشواية مع بعض وبنسويها على طول. الصينية اللي نخلصها بندخلها الفرن، بنسيبها براحتها خالص عشان تقرمش كده وتبقى مستوية ومظبوطة معايا. شوفي بقى طلعيها باللون اللي انت عايزاه، احنا ما بنسيبوش يخمر. احنا الصينية اللي بنخلصها ونجهزها بندخلها الفرن على طول. كيلو دي بيعمل معاكي كمية كبيرة وبيملى معاكي الدنيا. اول ما بيطلع من الفرن بسيبه يبرد تماما، ولازم يبرد تماما. وبعدين بنعبيه في علبة محكمة الغلق وبنقفل عليه كويس. عايزة اطلع منه اطلع الكمية اللي انت عايزاها، ولازم تقفلي عليه كويس عشان ما يرطبش منك. كان طالع ناعم هش مقرمش.
وطعمه كان حلو جدا، يا ريت تجربوه وان شاء الله هيعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.